أنصار ديال الوداد البيضاوي تصدموا بسبب عدد الغيابات في مباراة الذهاب عن نهاية دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة ضد الأهلي، حيث سيتغيب 5 لاعبين وداديين. حارس المرمى أحمد رضا التقناوتي بسبب الإصابة في الركبة، ثم حسين بن عيادة بسبب تمزق عضلي، ثم حميد أحداد وهو موقوف، وانضاف إلى هؤلاء عبد الله حيمود. هذا الأخير أحس بالوجع في البطن وبذلك لم يشارك في الحصة التدريبية في منتصف يوم الجمعة، وبعدما تناول هذا اللاعب وجبة العشاء ازدادت حدة الوجع في البطن، مما تطلب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. وهناك كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة اللاعب حمود بالتهاب في المصرانة الزايدة. وتحت إشراف اللجنة الطبية لفرع الوداد البيضاوي أجريت له عملية استئصال للزائدة الدودية، وسيخضع اللاعب حمود لفترة نقاهة تصل إلى 21 يوم، وبالتالي لن يشارك هذا اللاعب في مقابلة الإياب بالدار البيضاء ضد الأهلي عن نهاية دوري أبطال إفريقيا بالدار البيضاء.